السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة وبعافية. اليوم جيتكم بوصفة جديدة، وصفة رمضانية. وصفة القطايف لسهرة رمضان إن شاء الله. وصفة معسلة، بنينة، وما حنمد لكم فيها واحد لاستيوس باش هكا ما تعذبكمش في الخدمة. استيوس هايل، تبعوا الفيديو حتى للاخر باش هكايا تشوفوا كامل التفاصيل باش تنجح لكم، تجيكم مقرمشة وميم طون طرية وماشي يابسة، والحشو تاعنا يجي يهبل الداخل معسل الله الله. قبل ما نبداو الوصفه وقبل ما نبداو المقادير، ما تنساوش كالعاده جيم كومونتير، ابونيو في القناه اذا ما كنتوش ابوني، واذا عجبكم المحتوى بالطبع، وما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش هكايا يوصلكم كامل جديد ان شاء الله باذن الله. راح نبداو المقادير على باذن الله. عفوا. الحاجه الاولى هنا واش عندي قطايف. انا هنا جبت كميه تاع القطايف. نتوما وشحال راكي حابه ديري، دونك نقول لكم شحال دارت لي هذه من حبه. هنايا بالنسبه لي استعملت 350 غرام نتاع قطايف. فوالا، جبتهم رحيتهم، يا اما ترحيهم بالروبو يا اما تفتيهم بيدك، سورتو كي يكونوا مكلاصين ديجا تفتيهم بيدك ولا تقسميهم بالموس. المهم هنايا لاستيوس تاعنا الاول هو القطايف تاعك ما تخليهمش هكاك طوال، باسكو كي تخليهم طوال راح يعذبوك في الخدمه ويبدا يخرج لك منا ومنا، والشكل تاعهم ما يجيناش فريمون شباب، ويشدوا لك بزاف اليد، سورتو اللي يخدموا لي كوموند. فوالا، دونك واش زدت لهم رشه نتاع لافاني. لافاني مليحه باسكو هي اللي تمد لنا ديك التحميره مع سكر غلاس، ودرت مغرفه معمره مليح تاع سكر غلاس. نواسيهم سكر غلاس ماشي على جال الحلاوه، دونك على جال التحميره كيف باش تمد لنا هذيك لا كولور دوغي، بلا ما نخلوهم بزاف يطيبوا في الفور، باسكو حنا نعرفوا بلي القطايف ديجا طايبين صافي، معناتها هما مفورين ديجا. ما راحش يحتاجوا ماشي مفورين، ماخذوا مطيبين. نص طياب، ما حاش يحتاجوا يعني فريمون طياب. درت لهم رشه صغيره تاع مزهر، ماشي حاجه كبيره، دونك الاولى باش نعطروهم، والثانيه ثاني باش يمد لنا شغل تشمخ لنا شويه قطايف تاعنا. ما حاش ترشوهم حتى يتبلوا كامل، لا لا، سينو راح يجيكم معجنين، ما تخلوهمش يجونا معجنين. هنا واش جبت السمن، درت 3 مغارف هكاك حتى 4 مغارف برك باش ندير لها، باسكو بعدا راح نعاود نسقيها بالسمن، ما نسحقش بزاف السمن. هنايا المشكل تاعي اللي صرالي انه السمن تاعي ما كانش هنايا سخون، كان ذايب بصح ماشي سخون. وهذاك النهار كان البرد. انا درت السمن في القطايف وهو جمد لي، ومن بعد بديت نحر كيفاش بديت نحكو ما بين يديا باش شغل بدا يطلق روحو شويه. كنتو مسيو كيفاش الا كان الجو بارد بالبزاف السمن تاعكم سخنوه مليح، سينو راح يجمد لكم ويصرى لكم هذا لو بروبليم. مي معليش انا اللي قليتو. فوالا، دونك هذا واش راح يكون المكونات تاوعي. حنحطها نغطيها ما تخلوهاش هكاك تنشف لنا. جبت هذو الليمون تاوعنا، هذا الليمون انايا تخيري هذا الليمون انت اختياري، دوك واش حبيتي الشكل اللي راكي حباته. برك وشنو لازم هذاك الثقب تاعهم ما يكونش بزاف كبير باش من بعد كي نعمرو بالمكسرات يجي شباب. هنايا واش عندي كميه نتاع لوز حمصته مليح. انا نحب اللوز محمص مليح، نتوما الا ما حبيتوش محمص مليح معليش ماشي مشكل. كسرته كيما الاخرى، كيما تاع البقلاوه ولا شويه خشين على البقلاوه. تقدري حتى تكسري هكا بيديك، تقسميه بيديك ما يهمش في القطايف. واش درت له مغرفه واحده تاع سكر، ودرت له شويه تاع قرفه، انا نحب القرفه في اللوز. حبيتي ما ديريهاش ما ديريهاش، ورشه شويه صغيره تاع مزهر. هذا ما كان تقدري ما ديريهاش كاع، يعني تقدري تشدي هكا المكسرات تاعك تخدمي بهم بيوغ بلا ما تزيدي لهم حتى حاجه، لا سكر ني والو باسكو حيتعسلوا. جبت ليمون تاوعي، راح ندهنهم بسمن، دهنيهم مليح معناتها تخلي شويه سمن من تحت، باسكو لازم يكون مدهون. هنا طاحت لي وحده داخل السمن، وتعرفوا السمن شحال صامت. درتهم دهنيهم كامل وحطيهم ابار، ومن باش نبداو نعمروا الليمون تاعنا. شوفوا شحال سهلين وبالخف يطيبوا. بالخف توجديهم، وشنو هو يشدوا اليد شويه في كي نكونوا نخدموا فيهم، معناتها كي نحشوا نعمروا ليمون هذا واش في من يشد اليد. دونك واش تجيبي شويه تاع الحشو، انا هنا ما بانتش مليح، دوك نعاود ندير لكم حبه شويه تاع الحشو. وشنو هو الحشو سيو كيفاش ما ديروش في الطروف، باسكو كي ديروا في الطروف من بعد كي يكون يطيب لي قطايف راح ينحرق لنا هذاك الحشو الاول، هذيك اللي يجينا بعد ماشي ما يجونا يابسين شويه في الطرف ويبان الحشو بلي راه محروق، وزيد ثاني اون بليس ما يخرجش الشكل تاعهم شباب. هكذايا
شوفوا كيفاش راح نخدم. نعطيكم طريقة. شوفوا ديروا شوية تاع العجين، ولا شوية تاع القطايف، شوية تاع الحشو. أنا درت هنا كثرت باسكو نحب القطايف يكونوا محشيين مليح. ومن بعديا عاودوا ديروا لهم القطايف من الفوق، غلقوهم مليح وسيو كيفاش تدخلوا مع بعضهم. دخلوا في الطرف هذاك، دخلوا مليح هكذايا باش ما يضغط عليه الحشو. انا دوش نسحق الحشو يكون مغطي. فوالا. وهنايا باش تعمروهم ثاني عمروهم مليح. وعلاش نعمروهم مليح؟ باسكو القطايف نعرفوهم بلي كي يطيبوا في الفوق راح يواسوا، راح يهبطوا شويه. شوفوا هذه طريقه ثانيه، هذه خير. وانا كملت هكا. ديري شويه قطايف وعاودي شدي المول هذاك واحد اخر وعاودي عبزي عليه. ومن بعديا ديري الحشو. تبي تلقاي لي سباس وين ديري الحشو، باسكو تعاود يبان لك هذاك الثقب. وميم طون ديري في لو طور برك، معناتها ما راحش يجيك في الطرف وما راحش يجيك في الوسط بزاف. وواسيها وضغطي عليها. المهم لازم نضغطوا عليها شويه باش هكايا القطايف تاعنا يجوا شابين. وثاني شغل ما يولوش بزاف بومبي. شوفوا الحشو وين جاني، يجي غير في الطرف هكذا صافي. معناتها هذيك الطرف ما راحش يكون فيهم حشو. وتواسي. شوفوا شحال الطريقه سهله. بالخف تعمري كامل ليمول تاعك. يا قلت لكم وقتاش اللي يجي فيها شويه فيها خدمه هي في التعمر، هذا ما كان سينو في الخدمه تاع القطايف طيبين ومخدومين. ما حاش تحقي يعني تخدميهم فريمون. سد فيهم هكايا، مسحيهم مليح باسكو من بعديا كي يطيب كي يكونوا في الفوق راح يمد لك ريحه ماشي مليحه، باسكو هذاك التحتاني راح يكون شغل ماسي بالعجين، هو اللي يتحرق الاول. فوالا هكذا نحطوهم في السنيوه تاعنا، نستفوهم كامل ونديروهم يطيبوا. نشعل الفور تاعي على 180 درجه، نشعلهم لتحت نخليهم يطيبوا. كي تشوفوا لو تور ولا الكسم اصفر بدا شغل يحمر شويه، ما تخليهمش يحمروا بزاف باسكو ما حاش نقدروا نفيريفيهم. تبداي تفيريفيهم يعني تبداي تجبديهم هكايا تشوفيهم تعاود ترجعهم لداخل المول. واسمع وعاودي شعلي لهم الفوق باش هكذايا يزيدوا يحمر لكم هذيك التحميره. انا هنا بديت ندير السمن ما بدي يصيح لي باسكو جايين شويه بومبي. ولازم نديرهم بومبي سينو راح يجونا هابطين بالبزاف. باسكو بعديا كي تروحي تحطيها ديجا شوفي غير ما درت لها سمن راهم بدات ديجا تهبط. سقيهم بواحد زوج مغارف تاع سمن باش يطلع باسكو من الطبقه التحتانيه درنا لها سمن، بقات لنا الطبقه الفوقانيه وشويه في الوسط. وما نساوش بلي ثاني العجين درنا له شويه سمن، ما نسحقوش فريمون. كملي واسيهم كاع عيتيك بهذاك السمن، طليهم كامل بواحد زوج مغارف هكذا كابي بخير تشربوا شويه. تقدري من بعد تقطريهم اذا شتي بلي عندك ليكسي تاع سمن قبل ما تعسليهم. يخرجوا لنا ما شاء الله. مام هكايا كي تعمريهم بالسمن، سمن وحده ما ديريلوش زبده، باسكو كي ديري زبده ولا ديري زبده حره. سينو زبده تاع المارغرين فيها كده نسبه كبيره تاع الماء، وكديري النسبه هذيك تاع الماء راح ما يجوكش مقرمشين. الا حبيتوهم يجوكم طرايه تقدري ديري الزبده مع السمن، واذا تحبيهم يجوا مقرمشين خليهم سمن وحده. هنايا بعد ما طيبتهم من تحت وطيبتهم من الفوق، شوفوا التحميره اللي داتها لنا، شوفوا شحال شابين. نحيهم من ليمول وديريهم ديريكتومون في العسل تاعنا. انا درت له عسل بيور وزدت له واحد 3 مغارف هكذاك نتاع ما ديروش بزاف ما زهر سينو راح يطراو لكم. كاين اللي يحبوا القطايف طريين وكاين اللي ما يحبوش القطايف طريين. انا هنا جاوني سخونين لكن نخدم بهم بالفرشيطه باسكو سخونين غير ما نحيتهم من الفوق وما قدرتش نمس هذاك الحديد. ديجا انا كانوا يديا محروقين كامل، كنت ديجا طيبت من قبل واحد لي كاطو من قبل، يديا كامل محروقين وليت خلاص سونسيبل ما نقدرش نمس حاجه سخونه. خلاص كتولي خلاص بون يديك تشوطو ما عندك ما تزيدي تمسي سخون. حطوهم هكايا يتشربوا واحد 4 ساعه هكذاك، ومن بعدها ديروهم يقطروا قطروهم مليح وديروهم في الكيسات. ودوك نشوفوا طريقه التزيين تاعنا كيفاش راح تكون. خلوهم هكذايا عمليك بعد ما عسلتهم وقطرتهم كامل حطيتهم في سنيوه. هنا واش درت مغرفه تاع جلوكوز مغرفه تاع عسل، وجبت مكسرات. انت اي نوع مكسرات حبيتيه ولا حبيتي ديري تزيين واحد اخر ديري تزيين واحد اخر. انا حبيت نودي الخضره بالمكسرات بريستيج. شدي واسيهم هذاك المكسرات كاع عيتيك نديرهم كامل في هذاك العسل والجلوكوز، ومن بعد بديت تحطيه في الوسط بالمغرفه. المهم باش هكا يجينا تزيين الشباب. هذا هو واش كاين بالنسبه لهذيك الكميه تاع 350 غرام. دارت لي 11 حبه
نتاع قطايف. 500 غرام دير لك حتى ل 17 نحب، هلا بهذا المول وبهذا الحجم. 500 قلنا 500 صافي كيلو يدير لنا 34 حبة، كيلو تاع قطايف. تسحقي فيه ابوبخي واحد هذا 350 غرام، سحقيت فيه واحد 500 غرام تاع سمن، والعسل ثاني واحد 500 غرام ثاني ماشي حاجه، باسكو ما كي تعسلوا راح يطلقوا يعاودوا يطلقوا العسل تاعهم هذاك، ما حاش يشربوا بزاف العسل. بالنسبه للسعر، كيما العاده موالفين دائما تسقسوني على السعر. نتوما والحشو تاعكم دوك انا درتو لوز وعمرته مليح باللوز، حسبتهم 16500 للحبه، باسكو ثاني بالمكسرات. حبيتوهم قل تقدري ديري الحشو تاعك شويه قل، والتزيين تاعك تبدلي في بلاص مكسرات ديري مثلا فو بيستاش من الفوق، ولا ديري ورد الشوش. المهم نتيا واش حبيتي، تبدي تنقصي شويه في السعر، تبدي تحسبيهم حتى 13000 ولا 12000 للحبه. هذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يكون لإعجابكم، وان شاء الله يا ربي تجربوها خاصه في رمضان، ولا اللي راهم حابين ثاني يديروا لي كوموند ولا رمضان ان شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، ونلتقي في الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله. ما تنسوناش جيم كومونتير وابوني في القناه اذا ما كنتوش ابوني، واذا عجبكم المحتوى بالطبع، وتهلاو لي في روحكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.